في ناس عندهم نقص داخلي بيعوضوا هذا النقص الداخلي اللي فيهم عن طريق انتقادك وعن طريق انهم هم يطلعوا أسوأ ما فيك. بحسوا حالهم هيك انهم نزلوك على نفس الليفل، يعني هيك خلوك انت وياهم بليفل واحدة. مش كل الناس تعرف تحكي لغة الحب، مش كل الناس تعرف تحكي لغة الاهتمام، مش كل الناس تعرف تحكي لغة الصدق. اللغة من شخص لآخر بتختلف بالطريقة اللي هو أخذها من أهله. عشان هيك إحنا دائما بنحكي يا أهل ديروا بالكم على اللغة اللي بتحكوا فيها مع أولادكم، لأنه هاي اللغة رح ترافقهم طول حياتهم. إذا أنت عودت ابنك رح تحكي معاه بالحب، ابنك رح يصير يحكي مع الآخرين بحب، وانت رح تشبع شيء داخلي جواته، ما رح تربي عنده نقص يصير يدور عليه بانتقاصه من المقابل اللي أمامه. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، ولكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة. كن أنت في قلب الدنيا، ولا تجعل الدنيا في قلبك. إذا خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا يحبني البشر ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة، وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر. فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك ليكن لينا، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الأمل بصمت، وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية. عندما تظن بأن بعد الشقاء سعادة، وبعد دموعك ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، وهي حسن الظن بالله. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، فإن رزقك يعرف عنوانك. فإذا لم يصل إليك فحتما سيصل إليك. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما أحب الله سماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تطيل التفكير؟ والله ولي التدبير. ولماذا القلق من المجهول؟ وكل شيء عند الله معلوم. لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ. وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله. مميز في حياتي، وأتمنى لك كل الخير. أتمنى لك حياة مليئة بالفرح والنجاح والسعادة. أنت من يجعل حياتي أكثر جمالا وأكثر معنى. أنت من يجعلني أشعر بالحب والاهتمام. أنت من يجعلني أكون شخصا أفضل.